السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل، أنت تجعل الصعب إذا شئت سهل. حصة سهلة بإذن ربنا تعالى وجميلة. أنا بتكلم النهاردة على الصف الثالث الإعدادي. إحنا جينا النهاردة بخطة جميلة جدا، مش هضيع وقت حضرتك، بس أنا عايز أعرفك إن الدنيا ماشية إزاي. أنا عندي النهاردة مثلا بتكلم على حاجة بسميها يونت 1. يونت 1 في عندي حاجة اسمها ليسن 1 و 2. يبقى يونت 1 في عندي ليسن 1 و 2، صح كده؟ طيب احنا مجمعين لك بقى الدرس الاول والثاني في 3 اجزاء. يعني انت هتدخل كده ان شاء الله الدرس الاول والثاني هتلاقي بارت 1 الجزء الاولاني ده الجزء الخاص بالاستراكشر، الجزء الخاص بالقواعد. طيب هتلاقي بارت 2 الجزء الخاص بالكلمات. هتلاقي بارت 3 الجزء الخاص بالحل. يبقى انا فهمت قواعد يا مستر يحيى، احنا حفظنا مع بعض كلمات، احنا حلينا. عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني عشان تجيب 30 من 30؟ تعالى معايا ما نضيعش وقتنا بقى ان شاء الله ونبدا مع بعض. احنا النهارده يا حبايبي ببدا عندي على حاجه بسميها prepositions of time، يعني حروف الجر الخاصه بالوقت. حروف الجر الخاصه بالوقت هم 3 حروف عندي، حاجه بسميها in وحاجه بسميها on وحاجه بسميها at. يبقى عندي كام حاجه؟ ايوه يا مستر يحيى انا عندي 3 حاجات، انا عندي in وon وat. طيب مستر يحيى ايه الحاجات اللي بتيجي مع ان وايه الحاجات اللي بتيجي مع اون وايه الحاجات اللي بتيجي مع ات؟ تعالى معايا كده ورتب كده افكارك باذن الله، هنبدا نحفظها بنفس الترتيب اللي على البورد دوت. طيب بص كده يا مستر يحيى، انا عندي هنا حاجه بسميها ات. طول عمرنا واحنا صغيرين عارفين ان ات بتيجي مع حاجتين، ات بتيجي مع الوقت وات بتيجي مع كلمه نايت. يبقى كلمة at بتيجي مع كام حاجة مستر يحيى؟ بتيجي مع حاجتين، بتيجي مع كلمة 7 o'clock وتيجي مع كلمة night. at night معناها بالليل، at 7 o'clock معناها وقت. يعني انت يا مستر يحيى عايز تقول لي وعايز تثبت لي المعلومة ديت ان at بتيجي مع الوقت وبتيجي مع night؟ انا عايز اثبت لحضرتك المعلومة ديت ان at بتيجي مع الوقت وبتيجي مع night. طب كل ده بقى هحفظه ازاي؟ لا تعالى معايا، قصه جميله هنقولها مع بعض من خلال، بس انا عايزك اللي تحفظه ان ات بتيجي مع نايت وبتيجي مع 7 o'clock. يلا معايا. طيب ات بتيجي مع 7 o'clock يعني بتيجي مع وقت. طيب الساعه 7 انا عازمك، انت عازمني انا؟ يا مستر يحيى انا عازمك على البريكفاست الفطار، وعازمك على لانش الغدا، وعازمك على لانش تايم كمان، وعازمك على الدينر. عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان ات بتيجي مع البريك فاست، عينك معايا، ات بتيجي مع البريك فاست فطار، لانش، ولما الاقي لانش انزل لانش تاني واحط بعديها كلمه تايم، يبقى بريك فاست لانش لانش تايم، وكلمه ات بتيجي مع دينر. يا مستر يحيى انا حفظت معاك في الحصه ان ات بتيجي مع الوقت الساعة 7. أنا عازمك على البريك فاست، أول ما أقول الساعة 7 أمسك الفكرة دي، الفطار والغدا والعشاء، بريك فاست لانش تايم دينر. طيب مستر يحيى هو انت عازمني امتى؟ انا مش فاضي، انا عازمك في ذا ويك اند. انا عازمك فين؟ ذا ويك اند في اجازه نهايه الاسبوع. يبقى عازمك على، يبقى ات بتيجي مع الوقت، بتيجي مع الوجبات، ات بتيجي مع ذا ويك اند. ذا ويك اند ده انا هاجي لك ات ذا مومنت، ده انا هاجي لك في الحال. يبقى ات بتيجي برضو مع ات ذا مومنت. طيب هو انا هاجي لك بقى يا مستر يحيى نون ولا دون؟ اجي لك نون يعني الظهريه كده، ولا دون اللي هي الفجريه؟ لا يا مستر يحيى اليوم اللي انت عزمتني فيه ده يوم كريسمس معناها ده يوم عيد. يوم ايه؟ عيد. ثانكس جيفنج يعني عايز تقول لي ايه؟ يعني عايز اقول لك ان ات بتيجي مع الاعياد والمناسبات. اربط بقى الافكار دي بقى كده، انا عايزك تذاكر بالربط. ات جت مع الوقت، تمام يا مستر يحيى، اول ما اقول وقت يبقى ات الساعه 7 او الساعه 8، ده مستر يحيى قال عازمني وقت، يبقى بريك فاست، يبقى لانش، يبقى لانش تايم، يبقى دينر. طيب انا هاجي لك امتى يا مستر يحيى؟ هاجي لك في ذا ويك اند، ده انا هاجي لك في الحال ات ذا مومنت، هاجي لك نون ولا داون. ده اليوم اللي مستر يحيى عزمني ده يوم كريسمس
ثانكس جيفنج عيد. يعني عايز تقول ايه؟ انا عايز ارتب لك ان بتيجي مع البريكفاست واللانش تايم والدينر، ذا ويك اند، مومنت، نون، دوم، كريسماس، ثانكس جيفنج. بس كده؟ طب مش احنا اتفقنا ان انا ماسك فيها فكرتين؟ الوقت نايت. يا مستر يحيى تعالى، انا قلت كلمه نايت صح، هنزل كلمه نايت واحط قبليها كلمه ميد، يبقى ات ميد نايت. ميد نايت. وانزل كلمه ميد واحط بعديها كلمه داي، يبقى اسمها ميد داي. يبقى انا حفظت النايت، لما اقول نايت هقول ايه؟ ميد نايت. يبقى نايت، ميد نايت، ميد داي. بس كده يا مستر يحيى، الافكار كلها جت في يبقى بقى كده. حد شاطر يقول لي بتيجي مع ايه؟ انا سامع حد بيقول لي مستر يحيى قال لي حاجتين، بتيجي مع الوقت وبتيجي يا مستر يحيى مع النايت، مع كلمه ايه؟ نايت. طب لما تيجي مع الوقت ده مستر يحيى عازمنا على البريكفاست واللانش تايم والدينر. ده هاجي لك يا مستر يحيى، انا مش فاضي لك، هاجي لك فين؟ هاجي لك في ذا ويك اند. طيب يا مستر يحيى ده انا هاجي لك ات ذا مومنت، هاجي لك في لحظه، هاجي لك على طول. هو انت عازمني انت في الضمن ولا يا مستر يحيى نون؟ اوكي اوكي، ده اليوم اللي انت عزمتني فيه ده يوم عيد، يبقى كريسماس ثانكس جيفنج ات نايت. من نايت هي نايت، فانا هحط قبلها كلمه ميد، فاصبح ميد نايت. واخد كلمه ميد اقول ميد داي، نايت، ميد نايت، ميد داي. صدقني لو انت حضرتك ذاكرت بنفس الاسلوب ده مش هتنساها في الامتحان، لسه هنطبق عليها. تعالى بقى يا مستر يحيى، انا عندي اون. هي اون بتيجي مع ايه؟ اول حاجه اون ديت اللي هي المدوره. اون بتيجي مع ايام الاسبوع. ايام الاسبوع بتاخد ايه؟ اون. ركز معايا على البورد كده. اون بتيجي مع ساتردي، ساندي، ماندي، فرايدي، توزدي. اي يوم من ايام الاسبوع بياخد اون. يبقى اون بتيجي مع مين؟ مع ايام الاسبوع. طيب افتكر بقى اللقطه ديت، مستر يحيى لما بيجي بيكتب التاريخ على البورد، التاريخ الكبير اللي فيه يوم وشهر وسنه، المفروض يبقى فيه اون. ايه تاني؟ علم معايا. التاريخ اللي موجود على البورد، التاريخ الكبير ده بياخد اون. عايز تقول ايه؟ ان اون بتيجي مع التاريخ اهو يا مستر يحيى اللي فيه يوم وفيه شهر وفيه سنه. يبقى لما الاقي تاريخ في يوم وشهر وسنه يبقى احط ايه؟ اون. يبقى اون جت مع ايام الاسبوع، اون جت مع التاريخ الكامل يا مستر يحيى. اوكي ولا مش اوكي؟ طيب اون يا مستر يحيى جت مع كلمه هوليداي، ودايما انا بحافظها ان كلمه هوليداي الاو باينه قوي، فالاو مع الاو مع الاو. اون خدت هوليداي. هاجي في الامتحان اتلخبط، هي هوليداي بتاخد ان ولا اون؟ مستر يحيى قال لي ان هوليداي فيها او فبتاخد اون. يبقى اون جت مستر يحيى مع ايام الاسبوع، جت مع التاريخ الكامل، جت مع كلمه هوليداي، جت مع كلمه بيرث داي، اون بيرث داي عيد ميلاد، اون تايم. انا هاجي لك اون تايم في الوقت المناسب، في الوقت يا باشا الايه؟ المناسب. وكلمه اون بتيجي مع a warm day، وكلمه اون بتيجي مع a sunny summer day، a sunny summer ايه؟ day. في مشكله في الكلام ده كده يا مستر يحيى في كلمه اون؟ تمام يا مستر يحيى كده احنا عرفنا. مستر يحيى المصري قال لي ان كلمه اون بتيجي مع ايام الاسبوع، كلمه اون بتيجي مع التاريخ الكامل، كلمه اون بتيجي مع كلمه هوليداي، وقال لي الاو مع الاو هوليداي، وكلمه اون بتيجي مع بيرث داي، وكلمه اون بتيجي يا مستر يحيى مع a warm day، وكلمه اون بتيجي مع a sunny summer day، a sunny summer ايه؟ day. تعالوا مع بعض بقى حبايبي نبدا نشوف ان. يا ترى ان ديت بتيجي مع ايه؟ ان بتيجي اول حاجه مع الشهور. لو عندي اي شهر من شهور السنه هحط ان. عندي اكتوبر، عندي نوفمبر، عندي جانيوري، فبراير، اي شهر من شهور السنه هحط ان. يبقى ان بتيجي مع مين؟ احفظ بقى معايا بقى، ان بتيجي مع مين؟ مع شهور السنة. طيب ماشي. وإن بتيجي مع فصول السنة. يعني إيه فصول السنة؟ السنة فيها 4 فصول، شتاء، صيف، ربيع، خريف. يبقى إن بتيجي مع فصول السنة اللي هي summer, winter, spring, fall. مستر يحيى إن بتيجي يا مستر يحيى مع شهور السنة، إن بتيجي مع فصول السنة، إن بتيجي مع السنة نفسها. يعني لما أجي أقول لك مثلا 2020
2020. 2021 لما الاقي سنه احط ايه in، ولكن لما الاقي تاريخ كامل بحط ايه on. طيب كلمه in يا مستر يحيى اول ما الاقي في الامتحان كلمه century. يعني ايه كلمه century؟ كلمه century معناها قرن. القرن ان هو عباره عندي عن 100 سنه. اول ما الاقي كلمه century احط in، احط ايه in. طيب خد بالك من حاجه، إن بتيجي مع فترات اليوم. تاني، إن بتيجي مع إيه؟ مع فترات اليوم. يعني إيه فترات اليوم؟ يعني مستر يحيى قال لي إن بتيجي مع the morning الصبح، the afternoon، the evening. طب عندي night. لا يا مستر يحيى، at night. at إيه؟ night. أجمع تاني إن معلش. يبقى إن جت مع شهور السنة. ادي شهور السنه يا حبايبي. يبقى ان جت مع شهور السنه. ان جت يا مستر يحيى مع فصول السنه. فصول السنه اللي هي summer، winter، spring، fall. ان جت مع السنه اول ما الاقي century يعني قرن اجي احط ان جت مع فترات اليوم اللي هي the morning، the afternoon، the evening. اسال نفسك كده سؤال، انت عرفت وحفظت دلوقتي ايه الحاجات اللي بتاخد ان، وايه الحاجات اللي بتاخد ات، وايه الحاجات اللي بتاخد اون؟ القصه دي عرفتها ان ات او ما اقول ات وقت، واقول تايم، واقول نايت، وابدا احكي القصه بتاعتي. الكلام ده مهم جدا جدا. احفظ الكلام دوت بورقه وقلم. طيب نبدا بقى دلوقتي بقى يا مستر يحيى. مش هينفع يا مستر يحيى اعدي يونت 1 ليسون 1 و 2، لازم ابقى عارف ان واون وات، ولازم ابقى عارف ايه الفرق بين arrive وريتش وجيت تو. تعالى كده معايا مع بعض. هي arrive معناها يصل. arrive معناها ايه؟ يصل. وبص يا جميل بقى، اول ما اقول لك arrive قول لي in او at. يعني عايز تقول لي ايه؟ يعني عايز اقول لحضرتك ان arrive بتيجي لا اما معاها in لا اما معاها at. تاني، يبقى arrive معناها يصل، وكلمه get to معناها يصل، وreach معناها يصل. طب ايه الفرق بينهم؟ طيب تعالى معايا. arrive لا اما اقول arrive in لا اما اقول arrive at. انا بالسامع ها. arrive بتيجي مع كام حاجه حبايبي؟ مع حاجتين. لا اما اقول arrive ايه in لا اما اقول ايه at. تاني، arrive in at. طب معلش يا مستر يحيى، انت قلت لي arrive بتاخد حرف جر لا اما in لا اما at. امتى اختار in وامتى اختار arrive in وامتى اختار arrive at؟ قال لك arrive in بيصل الى مكان كبير. يبقى arrive in يصل الى يا حبايبي مكان ايه؟ كبير. ولكن arrive at بيصل الى مكان صغير. ايه يا مستر يحيى؟ طب انا هعرف منين المكان الكبير والمكان الصغير؟ تعالى معايا. arrive in يصل الى دولة او مدينة او قرية. يبقى arrive in يصل الى ايه؟ المكان الكبير. يعني ايه؟ لقيت دولة هقول arrive ايه يا مستر يحيى؟ هقول arrive in عشان الدولة مكان كبير زي ايجيبت. طيب لقيت مدينة زي مثلا كايرو، زي أليكس دي مدينة، فهتاخد arrive in. قرية village، أول ما الاقي village يبقى تاخد arrive ايه؟ in. يبقى arrive in يا بطل بتيجي مع مين؟ مستر يحيى قال لي إن arrive in بتيجي مع الدولة والمدينة والقرية. arrive in دولة، country، city، village دي بتاخد arrive ايه؟ in. طب arrive at بتيجي مع مكان صغير. يعني ايه يا مستر يحيى مكان صغير؟ اي حاجة غير الدولة والمدينة والقرية هتاخد arrive at. تاني، يبقى in بتيجي مع مكان كبير، دولة او مدينة او قرية. ولكن arrive at اي حاجة غير الدولة والمدينة والقرية هحط لها arrive ايه؟ at. زي school arrive at، زي اللايبرري arrive at، زي hospital arrive at. أليكس لا يا مستر يحيى دي مدينة arrive in. أسوان arrive in. أمريكا arrive in. في مشكلة في الكلام ده؟ عرفنا نفرق بين arrive أول ما الاقي arrive لما أقول in لما أقول at. in مكان كبير، at مكان صغير. طيب get لما الاقي جيت او الجيت تو معناها يصل الى. يبقى جيت بتاخد ايه يا مستر يحيى؟ اقول له جيت تو. وجيت تو معناها يصل الى مكان، بس يصل الى مكان بصعوبه. جيت تو
جيت مرتبطه بتو، ادي اهو. تعالى يا مستر يحيى، جيت مرتبطه بتو، وبيجي بعد تو يا مستر يحيى طبعا مكان، بس معناها يصل الى مكان بصعوبه، في صعوبه للوصول، في صعوبه للايه؟ للوصول. طيب ريتش معناها يصل، بس ما بتاخدش بقى ولا تاخد ان ولا تاخد ات. يا مستر يحيى، arrive in يصل لمكان كبير، arrive at يصل لمكان صغير، get to يصل الى مكان بصعوبه، reach يعني يصل، ولا ينفع احط هنا reach at ريتش ان ما بتاخدش حرف جر يا مستر يحيى، بدون حرف جر، بدون حرف يا باشا ايه؟ جر. طب ما تيجي نطبق كده جميل. they arrived in، شفت اول ما لقيت arrive انا حطيت in، arrive اقول at. طب امتى اقول in؟ انا عندي اسوان ديت مدينه، يبقى تاخد in. طيب at معناها يا مستر يحيى arrive at يصل الى مكان ايه يا مستر يحيى؟ صغير، اللي هو school. يبقى لقيت دولة أو مدينة أو قرية أقول له arrive in، لقيت حاجة غيرهم أقول arrive at. طيب بص بقى الجملة دي كده، وخد بالك من get to، أنا قلت لك يصل إلى مكان فيه صعوبة كده يعني. he gets to his work late every day. he gets to هو يصل إلى his work العمل بتاعه late. ليت يعني متاخر، ده ما تاخرش يوم، every day كل يوم. معنى كده ان هو عنده صعوبه في وسائل النقل، معنى كده ان الطريق اسمه ده مزدحم، صح كده؟ معنى كده ان العمل بتاعه بعيد، يبقى هو عنده صعوبه في الوصول، يبقى جيت ايه؟ تو. طيب قلت بص بقى يا مستر يحيى، يبقى I reach the beach، انا وصلت ليه بيتش الشاطئ. ايه ده؟ هي كلمة ريتش ينفع اقول يا مستر يحيى ريتش ان؟ لا يا مستر يحيى ما ينفعش الكلام ده. طب ينفع اقول ريتش ات؟ لا يا مستر يحيى، ده اللي بتاخد ان وات هي ارايف. خلاص كده؟ معلش حقك عليا. الملخص ارايف ان يصل الى مكان كبير، ارايف ات يصل الى مكان صغير، get to معناها يصل الى بصعوبه، reach يعني يصل ما بتاخدش حرف ايه؟ جر. تعالى معايا كده برضو، معلش مش هينفع اعدي lesson 1 و 2 من غير ما تكون عارف الفرق بين كلمه peace و peaceful. كلمه peace معناها اللي هو السلام، اللي هي عكسها كلمه war اللي هو الحرب. يبقى peace عكسها كلمه war. بيس يعني السلام، بيس يعني ايه؟ السلام. طيب احنا عايزين بيس، عايزين السلام مع العالم كله، ولكن كلمه بيسفول حطيت لها FUL اصبحت معناها مسالم او سلمي. يبقى في فرق بين كلمه بيس يعني السلام اللي هي عكس الايه؟ وور الحرب، وكلمه بيسفول معناها مسالم او سلمي. طب تعالى ناخد جمله يا مستر يحيى. all people يعني كل الناس like to live in peace. كل الناس بتحب تعيش في ايه؟ في peaceful ولا peace؟ بتحب تعيش في سلام؟ لا، كل الناس بتحب تعيش في سلام. طيب كايرو is peaceful place. هي القاهرة دي يا مستر يحيى هي مكان peaceful، مكان آمن، مكان سلمي. يبقى peaceful عرفنا الفرق بين الاثنين ايه؟ peace اللي هي السلام عكسها كلمة war، وكلمة peaceful معناها مسالم أو سلمي. طيب مستر يحيى، أنا هنا كده يا مستر يحيى في lesson 1 و 2 مش عارف إيه الفرق بين كلمة reserve وكلمة reserve ليها معنيين. يعني إيه reserve؟ كلمة reserve معناها يحجز، وكلمة reserve معناها محمية طبيعية. يبقى تاني، يبقى reserve ليها كم معنى؟ 2. معناها يا مستر يحيى يحجز، ومعناها محمية طبيعية. طب أعرفها إزاي؟ تعالى حبيبي. I would like to reserve a table for 2 persons. أنا عايز أعمل reserve، عايز أحجز a table ترابيزة for 2 persons لشخصين. for 2 persons لشخصين. يبقى هنا كلمة reserve هنا يحجز، ده بتساوي كلمة book. ما هو كلمة book يعني كتاب، وبوك معناها يحجز. يبقى كلمة ريزيرف هنا معناها يحجز. طيب ريزيرف معناها محمية طبيعية. يعني ايه محمية طبيعية؟ The nature reserve is very important. The nature reserve المحمية الطبيعية is very important هي مهمة جدا. يبقى هنا جت the nature reserve المحمية الطبيعية. خلاص كده يا مستر؟ عايز تقول ايه؟ ان الريزيرف ليها كم معنى؟ 2. معناها يا مستر يحيى يحجز، ومعناها محمية طبيعية. طيب معلش حتة بسيطة جدا جدا عشان خلصت على كده، انت كده خلصت كل الاستراكشر. انا عندي سنس دي يا مستر يحيى معناها منذ.
صح؟ ملاحظات كده بسيطه كده يعني. since بتتكلم على زمن المضارع التام، يعني since بيجي بعديها have وتصريف ثالث للفعل. يبقى since بتتكلم عندي على المضارع التام اللي هو عباره عندي عن have وتصريف ثالث للايه؟ للفعل. ولاحظ ان since جه بعديها بدايه المده، بدايه يا باشا الايه؟ المده. يبقى since 2020 يعني منذ 2020. يبقى since بص جه بعديها بدايه المده ازاي؟ وجت مع المضارع التام وهناخده بعد كده بالتفصيل has have تصريف ثالث للفعل. عرفت since؟ القط بقى دي كده وركز معايا قوي. since جت يا مستر يحيى بعديها بدايه المده وجه قبليها have وايه؟ وهاز. طيب مهمه اول الحته اللي جايه دي. since بيجي بعديها ماضي بسيط ويجي قبليها مضارع تام. ايه المضارع التام ده يا مستر يحيى؟ لسه هنشرحه بالتفصيل، بس المضارع التام اللي هو بيتكون عندي من ايه؟ من هاز وهاف وتصريف ثالث للفعل. يعني انا لما اجي اقول لك انا عايز مضارع تام، ركز معايا بالراحه اهوت، تعالى معايا. انا عندي مضارع تام، لما اجي اقول لك بيجي مضارع تام يعني بيجي عندي هاز وبيجي عندي هاز وهاف وتصريف ثالث للفعل وقبليها هنا يا مستر يحيى فاعل. يبقى لما اجي اقول لك ان سينس بتتعامل مع المضارع التام، مين المضارع التام؟ هاز وهاف وتصريف ثالث لايه؟ للفعل. سينس لما جت في نص الجمله جه قبليها ايه؟ مضارع تام. انا قلت المضارع التام بيتكون من ايه يا حبايبي؟ من هاز وهاف، ادي هافنت وادي تصريف ثالث للايه؟ للفعل. يجي بعد سينس ماضي، ادي ماضي بسيط، ادي شي ليفت، شي ايه؟ ليفت. يبقى ممكن سينس تيجي في نص الجمله؟ ساعتها هفكر في الامتحان هقول قبليها مضارع تام اللي هو هاز وهاف وتصريف ثالث للفعل وبعديها ماضي بسيط. هو طبعا الكلام ده ما اتشرحش بالتفصيل، بس انا بقوله كده ايه في عجاله، بس بعد كده باذن ربنا تعالى هنقوله ايه بالتفصيل المهم. مش هينفع باذن ربنا تعالى نعدي يونت 1 ليسن 1 و 2. المطلوب منك عشان تعرف الكلام ده لازم تبقى عارف وتذاكر وتجيب ورقه وقلم وتحفظ ايه الحاجات اللي بتيجي مع ان وايه الحاجات اللي بتيجي مع اون وايه الحاجات اللي بتيجي مع ات. ده اول حاجه. الحاجه رقم 2 لازم تعرف الفرق بين arrive in و arrive at و get to و reach. بعد كده لازم تعرف الفرق بين كلمه peace و peaceful. لازم تعرف reserve ليها معنيين. لازم اعرف sense. لو انت عرفت الكلام ده كده يا بطل، يبقى انت كده مبروك عليك يونت 1 ليسن 1 و 2 بالنسبه للاستراكشر. هو ده المطلوب عليك. يتبقى بقى ايه بقى يا مستر يحيى؟ يتبقى البارت 2 اللي هو الكلمات باذن ربنا تعالى، ويتبقى بعد كده عندي اللي احنا نثبت المعلومه عن طريق ان احنا نقعد نحل عليها واحل كل الايه الكتاب. لو حضرتك فهمت اعمل لايك واعمل شير وابدا شاركني بافكار جديده. اوكي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.